لو عايز تنزل بطنك يبقى تعمل التمرين ده. رحت الجيم واكيد عملته في مجموعه التمارين اللي انت كنت عايز تنزل بيها بطنك، صح؟ التمرين ده غلط جدا على ظهرك، وهفسر لك ليه. ظهرك كان ممكن يوجعك وانت بتعمل التمرين ده. التمرين ده مش مناسب لاي حد، خاصه لو كان مبتدئ او ما عداش بفتره تاهيل لعضلاته. فبتنام على ظهرك وتبتدي ترفع رجلك. الحركه دي اسمها هيب فليكشن. عشان ده بيحصل عن طريق عضلات مسؤوله عن الانثناء ده اسمها الهيب فليكسر. من ضمنهم بقى عضله متصله بالقطنيه من جوه اسمها PSOAS. مشكله ان اي مبتدئ او اي حد الكور بتاعه مش جاهز او مش مؤهل بيبقى بطنه عنده ضعيفه. للاسف عضلات البطن مش تقدر تحافظ على الظهر ويبقى مفرود، فبتبتدي العضله دي تتشد، يقوم الظهر متني كده وطالع كده عامل انحناء. ده طبعا ممكن يؤدي لاوجاع كتير قوي في الظهر، ويؤدي ان العضله دي تشد، فممكن كمان يعمل لك انحراف قوامي على المدى البعيد. عشان كده مش اي تمارين تعملها او اي تمارين بهلوانيه تشوفها اي حد بيعملها تكون مناسبه لمستواك. وهنروح بعيد ليه؟ انا موجوده عامله عرض على المتابعه اونلاين ب1000 جنيه 3 شهور، هتاخدوا بروجرامز تمرين وتغذيه ومتابعه يوميه من الفريق. هسيب لكم الرقم على الشاشه هنا لو حد حابب يستفسر من خدمه العملاء.